أما في مرحلة السينما الناطقة فالأفلام بقت في حاجة لموسيقى تصويرية خاصة ومعبرة عن أحداث الفيلم، ومع دخول العديد من نجوم الموسيقى للمجال السينمائي وظهور الأفلام الغنائية ظهر جيل جديد من الموسيقيين بيشتغلوا بالتأليف الموسيقي السينمائي، منهم اللي كان بيقتبس من الموسيقات العالمية وبعدين يمصرها عشان تتناسب مع الأفلام المصرية، زي اليوناني المصري أندريا رايدر اللي قدم حوالي 61 عمل موسيقي سينمائي. كان من أشهرها أفلام دعاء الكروان، أغلى من حياتي، شارع الحب، بين الأطلال، السراب، النضارة السوداء، الرجل التاني، وغيرها كتير. ومنهم اللي استخدم الموسيقى الشرقية أو المصرية زي فؤاد الظاهري المصري الأرمني الأصل اللي اشتهر بموسيقى أفلام الشارع والريف المصري. والمثال هنا واحد من أشهر موسيقات أندريا رايدر اللي حطها في أكتر من عمل سينمائي، وهي في فيلم شارع الحب واللي أنتج 1959 وأخرجه عز الدين ذو الفقار. والموسيقى دي اقتبسها من اللحن الإيطالي العالمي لونلي باليرينا. والمثال الثاني من موسيقى فؤاد الظاهري فيلم باب الحديد واللي أنتج 1958 وأخرجه الأستاذ يوسف شاهين.